السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، لازلنا برضو بنتكلم في مشكلات التصالح وفي المعاناة اللي بيعاني منها المواطن في المجلس، والإجراءات اللي حتى فقدت لها الموظفين. يعني الموظف أصلا المختص ما بقاش فاهم أي حاجة. الطلبات اللي اترفضت مش عارفين نعمل فيها ايه. التظلمات اللي اتعملت ما فيش تظلمات اتفصل فيها، وهم نفسهم مفتقدين لمعلومة واضحة يقولوها للمواطن. يعني هم اصلا مختلفين في نوع شهادة القربنة، والجامعة معينة معتمدة والتانية مش معتمدة، وممكن في المنطقة دي تتقابل جامعة أسيوط، في المنطقة التانية ما تتقابلش. أصبحت المواطن بيعاني من الفوضى بتاعة قانون التصالح. فاحنا بنلتمس من أي مسؤول إن هو يرد على الأسئلة الجذرية اللي بتتعرض، اللي هو الملفات اللي اترفضت الناس هتعمل فيها إيه، التظلمات دي هيبقى مصيرها إيه. أصل النهارده لما تقول له موظف لما طلب اترفض هيتعمل له تظلم، لو اترفض التظلم ما ينفعش تقدم الطلب مرة تاني. انت كده محط المواطن برضه في حيرة من امره، محتار ما بين انه يقدم ملف جديد ويتكلف زي ما يتكلف، وما بين انه يعمل تظلم مش عارف هيبقى بناء عليه هيقدروا موضوع الرفض. محتاجين نفهم الناس اللي بانت بعد الميعاد هي ظروفها، الملفات اللي اترفضت دي الزراعة تحدد لنا موقفها، هم محتاجين ايه. انما المواطن بيجي مش قادر يتحصل على معلومة، بيروح للمحامي بتاعه، المحامي بتاعه ما عندوش المعلومة الجذرية اللي يقول له 1 زائد 1 يساوي 2. يعني انا بتجيلي لو انت جاي لي في اي قضية اقول لك دي موضوعها 1 2 3، لكن انا النهارده عشان انا نفسي بتوجه للمجلس شخصيا ما بقدرش اخد معلومه مفيده من الموظفين. فاصبحت محتاجين ان يترد علينا على اللي هيتم في موضوع الملفات المرفوضه دي من المسؤولين، وتراعي بعين الرحمه المواطن اللي هو تعبان وبيجي بيعاني من موضوع التصالح. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.